عبس وتولى. Apa tu? Ustaz, janganlah Okey, betul okey. Ustaz. Okey. Terlalu gugup ya. Ustaz tengok ni, macam ni. Hai, Assalamualaikum. Kembali kita berjumpa. Dah lama dah saya tak buat YouTube ni. InsyaAllah hari ini saya akan buat konten mengenai untuk mak-mak saya ataupun peserta-peserta kelas hafazan. Kita akan buat dan kita akan panggil ustaz lain untuk tebuk ataupun untuk buat ulangan kepada mereka ataupun kepada peserta-peserta hafazan Al-Quran ni. Jadi jom kita tengok macam mana gelagat mak-mak saya ni apabila ustaz lain yang tebuk. الشيطان الرجيم تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Sambung. قد جاءنا نذير فكذب وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا لو كنا نسمع وقالوا لو كنا نسمع قالوا لو كنا نسمع ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ألقوا فيها سمعها شهيق وهي تقول تكاد تميز من الغيظ كما ألقي فيها صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ambil balik. Qul huwallazi zara'akum fil ardi. Ustaz, Ustaz. Tak makan saya. Tak apa, sila sambung je ayat saya baca tadi, sila sambung seterusnya. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ومن يثير الكافرين قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون وفي ضلال. قل أرأيتم إن أسلم ماؤكم غورا فمن يأتيكم ماء صدق الله الرجيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى اليتيم فلا تقهر أما اليتيم فأما اليتيم فلا تنهر تقهر. أما Naik بنعمة tinggal satu ayat.
فأما اليتيم فلا تقهر وأما الذين كفروا وأما السائل وأما السائل فلا وأما بنعمة رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عبس وتولى. Ustaz, jangan Ustaz. Okey, surah ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Beri sikit lah tak? Saya dah Saya ulang semula. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وأعتدنا لكم عذاب السعير إلا الذين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيدا تكاد يسبح صدق الله الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. سروا قولكم أو اجهروا إنه بكل شيء وأسروا قولكم أو اجهروا إنه بكل شيء إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه تشركون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا في أعناقهم لهم مكرمون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فلا يبصرون. Rasul apa? بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي صدق الله الرجيم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم كيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي يرزقكم أمن هذا الذي هو
الكافرون إلا في غرور. صدق الله العظيم. الله من الشيطان الرجيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Sila sambung dan baca ayat seterusnya. Buat siswa. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Sambung. وقالوا لو كنا يخشون ربهم بالغيب لأذقنا مآزق كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saiman, macam mana para peserta pada hari ini? Apakah kesimpulan ataupun kata-kata semangat untuk peserta pada hari ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Setelah apa yang saya semak tadi dan saya tebuk tadi, semuanya sebenarnya boleh je baca dan sebenarnya boleh je ingat. Cumanya mungkin ada sesetengah dan beberapa ni yang kita panggil student beberapa dia agak gugup sikit lah. So mungkin dia agak terlupa ayat seterusnya apa. Dia boleh sambung. Dan dari segi bacaannya pula ada yang masih lagi perlu diperbaiki daripada segi tajwid, panjang pendek dan juga sebutan makhraj. Sebutan makhraj dan juga dekat mana kita perlu panjang dan juga dekat mana kita perlu pendek lah. Itu saja. Yang lain semuanya insyaAllah Alhamdulillah semuanya baik. Okey, dari segi hafazan macam mana? Kelancaran diorang, adakah perlu untuk pertingkatkan pengulangan dan sebagainya? Okey, daripada segi hafazan pula masih lagi perlu dipertingkatkan dan juga diperbaiki lagi lah daripada segi hafazan. Yalah, saya sendiri pun kadang-kadang agak susah juga untuk kita hafal dan pada peringkat umur mak-mak kita ni pula mungkin lagi susah. Tapi saya yakin diorang semua mesti boleh buat jugalah. So insyaAllah pada mak-mak semua teruskan usaha
Jangan skip kelas, okey? Itu saja. Okay, terima kasih. Okey, Alhamdulillah kita telah selesai orang kata apa, tebuk ataupun ulangan untuk peserta-peserta hafazan Al-Quran, dan yang mana untuk maklumat semua, kelas hafazan ni diorang ni umur lingkungan dalam lebih 40 ke atas. Jadi korang tengoklah tadi reaksi-reaksi mereka semua, semua macam mak-mak kita. Apa pun saya ucapkan tahniah kepada peserta sebab korang dapat sahut cabaran saya, ataupun korang boleh cabar diri korang untuk murajaah ataupun untuk buat ulangan dengan ustaz lain. Yang mana tadi Ustaz Aiman akan tebuk mereka tadi. Jadi insyaAllah di minggu hadapan ataupun minggu-minggu seterusnya saya akan buat dengan ustaz-ustaz lain juga insyaAllah. Dan apa pun semoga bacaan ataupun ulangan mak-mak saya yang tadi itu, peserta tadi itu, orang kata diredai oleh Allah, dan bacaan hafazan mereka tu, hafalan mereka tu dapatlah sentiasa diingat di hati ataupun dan di dalam kepala. Mudah-mudahan dengan hafalan yang mak-mak saya hafal ni dapat membantu kita insyaAllah di akhirat nanti. Baik, terima kasih semua kerana menonton dan sudi tengok video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.